بتشوف المذيعين الأجانب في ماتشات الكورة، بتتفرجوا عليهم وبتشوفوا قد إيه هم باردين. Long ball play towards Bergkamp. Bergkamp's come inside and Bergkamp has scored a sublime goal. سensation. هو ده آخره، يوم ما اللعيب بيتشقلب ويتشقلب كده ويجيب جون ويعمل قرد، المذيع بيقول له سensation. هو ده آخره في الكورة. إنما إحنا عندنا بقى الموضوع مختلف. واوعى الاهلي يا عم الحاج، اوعى الاهلي يا عم الحاج في الدقيقه 43 ركله الجزاء. يعني وانا مالي انا يا لمبي، ده لسان حال لاعب سموحه. عندنا لازم نعمل قرود. الجول لما بيجي لازم نحسس الدنيا كده ان اللعيب اللي جاب الجون ده لعيب مش عادي، ده سوبر مان او باتمان او سبايدر مان او ايرون مان. قول زي ما انت عايز تقول، قول. بلدينا يا بلدينا. اوعى القطر يا عم الحاج الثلاثيه ذا ماستر اوف سسبنس، سيد التشويق يعود ويطل علينا من جديد. ذا ماستر اوف سسبنس يا سلام يا سلام يا سلام. ذا ماستر اوف سسبنس واوعى القطر سسبنس. يا عيني يا عيني يا عيني واوعى القطر يا عم الحاج. ذا ماستر. لازم المذيع يحسسك ان اللي جاب الجون ده انقذ كوكب الارض. لازم نقول له انت اجمد لاعب في الكون، انت اجمد من خوفو وخفرع ومنكرع. ده في كلمه محمد واسمك صلاح. بس نصيحه للناس اللي بتتفرج على ايمن الكاشف كتير، ما يحاولوش يقلدوا طريقته، لان الطريقه دي بتلزق. يعني ممكن لو اللي اتكلمتي بيها هتفضل لازقه في لسانك كده 3 ايام ما تعرفش تخلص منها. كم مباراة حلوة بين 2 فريقين، فريق عظيم والفريق التاني عظم. مباراة كبيرة. جهاز التلفزيون هينفجر بينا واحنا قاعدين. المهم، هو ليه اصلا في معلقين ومذيعين للكوره؟ هما يعني هيقولوا له ايه اكتر من اللي انا شايفه؟ ما انا شايف الماتش، هو هيضيف لي ايه؟ بس الحقيقه ان هو فعلا بيضيف لك، بيعرفك التشكيل، بيعرفك ظروف الماتش ده على ايه، بيلعبوا فيه ازاي، مين الفرقتين بالظبط، مين اللعيبه اللي موجوده، المدربين اساميهم ايه، جنسيات المدربين، بيلعبوا في انهي ملعب، في انهي بلد. بيعرفك كل حاجه خاصه بالمباراه. بس طبعا الماتش ساعه ونص، انت مش هتقعد طول الساعه ونص تقعد تقول لي في معلومات وتصدعني. عبد المنعم. يا ساتر على دي لغة، محدش في الدنيا يقول كده. واحد يقول لك ايه، طب ما تقفلوا مثلا الميكروفون. هنقفل الميكروفونات طول الماتش ولا ايه؟ لان في مذيعين بيقعدوا يرغوا ويهروا في كلام فاضي لحد ما يجيبوا الواحد صداع يا ولدي، مش كده ولا ايه؟ مصر هبة النيل، الزمالك والاهلي هبة النيل، الزمالك والاهلي هبة النيل. امال ايه؟ هبة النيل هبة بقى، مش سعاد ولا عنايات ولا زينات، لا، هبة النيل. محظوظة هبة بهبة النيل. وطبعا لازم يكون مذيع الكوره ادرجي، يعني يكون حريف كده، حتى لما يجي يكح ما يبينش الكحه بتاعته في المايك. يعني واحد زي سياده اللواء احمد شوبير كل شويه يقعد يكح ويقول لي عفوا، يكح ويقول لي عفوا. انا بحس ان هو شويه هيتف عليا في قلب الماتش. احمد شوبير ده اصلا عامل زي بيومي فؤاد كده، راشق في كل حاجه، تلاقيه بيشتغل في كل حته وبيشتغل 13 14 شغلانه. انا ما اعرفش هو بيلاقي وقت ازاي عشان يشتغل الشغل ده كله. بس رغم من كده انا بحبه شويه، لان هو بيفكرني بايام بطوله افريقيا 98 بتاع بوركينا فاسو، لان هو صاحب التعليق الشهير: يا سلام يا حازم، يا سلام يا حسام. يا سلام يا حازم، يا سلام يا حسام. الله الله الله. وبرضه زي ما قلت لكم، المهنيه مطلوبه والاحترافيه مطلوبه، والمذيع بتاع الكوره لازم يكون عنده معلومات كفايه عن الكوره، سواء الكوره الحديثه او الكوره القديمه، ولازم يكون عارف تاريخ الفرقتين ومواجهاتهم وكل الاخبار الخاصه باللعيبه وبالماتش ولعبه كره القدم عموما، لان دي بتبقى حاجه كويسه. ولكن مش ده اللي بيعلق مع الجمهور. لو انت قاعد في مدرج الدرجه الاولى هيبقى فريق البنات على يمينك، لو انت قاعد في مدرج الدرجه الثانيه هيبقى على شمالك، لو انت قاعد درجه ثالثه هيبقى في النص. اللي بيعلق مع الجمهور هو الافيه، خصوصا ان المعلومه بقى اصبحت سهله. يعني المعلومه عشان تحصل على معلومه، الموضوع ده اصبح سهل، ما بقاش زي زمان. الفروق ما بين المعلنين وبعضها في موضوع المعلومات ده اصبح الفرق ما بينهم قليل قوي، معظمهم بقى زي بعضه. اللي بيفرق ما بين مذيع والتاني خفه دمه، الافيه اللي بيقوله، طريقه صوته، طريقه اذاعته، هي دي الحاجات اللي بتفرق ما بين واحد والتاني.
اداله بوكس او بنيه على الكلوه بتاعته الخلفيه بره الخط، انما ان شاء الله سليمه، يمكن بوز جزمه كده ببز الرجل. الافيه ده هو اللي بيلزق في دماغي بعد ماتش. انا ممكن انسى الماتش كله، انما مش ممكن انسى الافيه اللي بيتقال. وفي حاجات كتير قوي في الكره المصريه شاهده على كده. طارق يحيى وشوط وتفوت من فوق الخشبه، يا خبر ابيض. اظبط يا ابني، اظبط يا ابني، اظبط. دي ما كانش ليها دواء، جنب المقص الشمال على طول، ومتشاطه من حوالي في ضرب دكاكيني سكيتي كوتيمي. والجمل اللي بتمس القلب والاحساس هي دي اللي بتعيش وبتخلي الواحد جسمه يقشعر. هي دي الحاجات اللي بتعيش والواحد بيفضل فاكرها. حطها في الجول يا رياض، 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 حطها في الجول يا رياض. با 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 جول. وممكن واحد في ماتش يقول جملة تفضل عايشة معاه سنين، وممكن واحد في ماتش يقول جملة تغير مسيرته بالكامل وتخليه من أشهر المعلقين. أنا الجملة غيرت مسيرتي بالكامل. مسيرتي بالكامل. الماضية أحمد الشيخ إلى معلول، علي إلى عرضية، إلى كرة ملعوبة، مرت إلى حسين، حسين لا 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 لا. التاسعة بتوقيت الأهلي وبأقدام أجاييه أجاييه أجاييه. هي بتبقى لحظة بيحصل فيها حاجة ما بتحصلش كل يوم، أو حاجة ما بتحصلش كتير، أو حاجة حصلت مفاجأة. أنت بقى يا تستغلها يا ما تستغلهاش، ولو عرفت تستغلها صح بتبقى خبطة العمر. مستحيل مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم. واللحظة دي على فكرة مش شرط إن هي تكون لحظة سعيدة، ممكن تكون لحظة حزينة جدا. يعني مثلا الأهلي لما بيخسر 5-0، مش ما هو دي برضو حاجة لا تحدث كل يوم، ولكن أنا مش عايز أسمع كده. أنا عايز أسمع اللعيبة اللي خسرت 5 دي بتتهزق في أرضية الملعب، عايز أسمع المذيع بيشتم عليهم وبيهزقهم، هو ده اللي أنا عايز أسمعه. النهارده فضيحة كبيرة جدا، والله عليكم عيب يا شباب، والله عيب هذا الكلام، ما يصحش هذا الكلام. اسم النادي الأهلي كبير، اسم النادي الأهلي كبير، وانتوا النهارده صغار في أرضية الملعب، انتوا النهارده مش رجال في أرضية الملعب. فمعلق الكورة لازم أصلا يكون حاسس بيك، لازم يكون حاسس بيك بالفرحة وفي الحزن، لازم يكون عارف انت مبسوط ولا زعلان، الجون اللي دخل فينا ده الجون ده مزعلك ولا مفرحك. لازم يكون المذيع حاسس بيك وحاسس باللي جواك. خطيرة يمر أحمد عيد، يرفع الكرة عرضية، يا على الكرة خطرة وتلعب مرة ثانية والجول. الله عليك، الله عليك يا ام الدنيا، الله عليك يا ام الدنيا، الله عليك يا ام الدنيا. الفرحة القدر، الفرحة القدر حقيقة. ويا سلام بقى لو المذيع عرف يخلق لنفسه لازمة، عرف يعمل لنفسه جملة كده يشتهر بيها، عرف يعمل لنفسه جملة تبقى مرتبطة بيه ومكتوبة باسمه. يمين حمزة يلف العرضية العالية، الدوري في 100 عقبة، الدوري في 100 عقبة. عشان كده كل المعلقين اما بيجي في دماغهم اي افيه بيقولوه، اما بتيجي في دماغهم اي جملة حاسين ان هي جملة ممكن تضحك بيقولوها، بيحاولوا مدى عن مدى ان هم يقربوا من الجمهور ويقربوا من المشاهد ويحاولوا يخففوا الدنيا عنه بشكل او باخر. مالك بيحرص، كوارشي يمشي يريح الماتش، كوارشي يمشي يريح الماتش، يخرب عقلك. واحسن واحد كان ممكن يرمي لك افيه ويضحكك هو الجنرال مدحت شلبي. برافو عليك. لدرجة ان ناس كتير مقتنعة ان التعليق في الكورة وفي الماتشات هو مدحت شلبي، لدرجة برضو ان انت ممكن لو اديت اي واحد المايك وقلت له علق على ماتش هيقول لك هلا هلا هلا. هو فاكر ان هلا هلا دي حاجة خاصة بالكورة، ما يعرفش ان دي حاجة من اختراع مدحت شلبي. وعدوا معاه في الجول عندها خطيره، يا نهار ابيض، الله 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 عليك يا ابو تريكه يخرب. ودي بقى بتبقى ارزاق. عارف اللحظة اللي انا قلت لك عليها ان انت لازم تستغلها كمذيع عشان خاطر تعلق مع الجمهور؟ مدحت شلبي بقى جاله يجي 200 لحظة استغلهم كلهم. ويا سلام بقى لما يكون ماتش ما بين الاهلي والزمالك، ويا سلام بقى لما يكون ماتش تاريخي زي ماتش ال6-1.
اساسا يعني ماتش اصلا الاهلي والزمالك ده لما بيجي لاي مذيع ده في حد ذاته رزق. فتخيل رزق مدحت شلبي الواسع ان يجي له ماتش لاهلي وزمالك وكمان يبقى ماتش تاريخي زي ماتش ال6-1. مدحت شلبي يجي الماتش متاخر ويدخل على التعليق متاخر، بسم الله الرحمن الرحيم والهدف الاول للنادي الاهلي. وكمان في نفس الماتش يجي اشهر تعليق في تاريخ الكره المصريه، بيبو وبشير، بيبو والجون. حطها لبيبو 1-1، بيبو وبشير، بيبو وبشير، بيبو وبشير، بيبو وبشير، بيبو وبشير، بيبو والجون، بيبو وبشير، بيبو والجون، بيبو وبشير، بيبو والجون. والجمله دي اشتهرت لدرجه ان في فيلم اتعمل ما بين آسر ياسين ومنى شلبي اسمه بيبو وبشير. وغير كده مدحت شلبي عنده من الجمل اللي ممكن يهزر بيها معاك ويضحكك بيها، عنده كتب ومجلدات لدرجه ان انت لدرجه انت لو مش عاجبك الماتش هيعجبك مدحت شلبي. يا عم الحاج احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. وده خلاه بقى متمرس ويحسسك ان هو قاعد جنبك على الكنبه كده، فبيشيل التكليف، ما فيش اي تكليف يعني ما بينك وبينه. ولو بيذيع اي ماتش في العالم هيهزر، يعني هيهزر. في غفله من دفاع النادي الاهلي يا ميلة بختك يا فكري، خصوصا ان هو بيفهمك، عارف انت نفسك في ايه، عارف انت عايز منه ايه، عايزه يتكلم بجد ولا يتكلم بهزار، عايزه يزعق ولا يهدى، عايزه يسخن ولا يعمل ايه. هو فاهم المشاهد بتاعه عايز منه ايه بالظبط. يا ابن شمال، يلا يا سيدي، ارضيه وهي وهوبا، الله الله يا صلاح، الله. اذا كان عندهم كريستيانو عندنا صلاح يانو، ياني منك. وده طبعا اللي اهله انه يطلع في فيلم زي مرجان احمد مرجان ويقول فيه بعض الافيهات اللي اشتهر بيها في الفيلم ده. العرضيه العاليه بايده مرجان، يا نهار ابيض، هدف مارادوني لمرجان احمد مرجان، براسه ماشي، برجله ماشي، بايده ماشي. ومدحت شلبي بالمناسبه مش هو مؤسس المدرسه دي، لان كان في برضه قبليه واحد زي ميمي الشربيني، راجل برضه كان بيحب يقول افيهات وكان بيحب يقرب من الجمهور والمشاهد. معقول يا جماعه ده مش طقم حكام، ده طقم حله. وميمي الشربيني عنده حاجات وجمل وكلمات خاصه بيه ومصطلحات خاصه بيه. يعني هو مثلا اللي قال على منطقه ال18 بتاعه الجزاء دي منطقه العمليات، وهو برضو اللي قال المهاجم القناص الذي ياتي بافكار جديده داخل مربع العمليات بعيدا عن الافكار المعلبه ويسحب البساط الازرق من الكل وكانه من كوكب اخر. ابراهيم سعيد، يا سلام يا ابراهيم، حط يا راجل، حط يا راجل، مش ممكن، هوبا، مش ممكن يا جماعه، ده قصه هدف كره ضد عزام. وطبعا طالما هنتكلم عن التعليق ما نقدرش ننسى اتنين، واحد زي الكابتن حماده امام. وحماده امام ده من الناس اللي تستمتع بيها قوي مع المنتخب بالذات في ماتشات المنتخب، لان بيبقى قلبه على الماتش اكتر من اللعيبه نفسها. وبيسقطها، يلا يا نادر، يلا يا نادر، طلع بره، طلع بره، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خليل فديجة ويلعبها بالعرض وخطرة، يا خبر، يا رب استر، يا رب، الحمد لله. ونهدي اللعب بقى شويه، يلعب في المباراه واتلعبت الكره طويله ويخش على طول، ده ما يشوتش، ده ما يشوتش، الحمد لله يا رب، الحمد لله. يا لسه كولي معاه والجمهور كله بيشجع اهو، واتلعبت الكوره ونحضر لورا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كل بقى المعلقين اللي انا كلمتكم عنهم دول كوم، والكابتن محمود بكر ده لوحده كوم تاني. الكابتن محمود بكر ده واحد بقى في الروقان، راجل كده تتفرج معاه على الماتش وانت مفس دماغك، مالكش دعوه باي حاجه. ده واحد بيتفرج على الماتش وبيذيعهولك وعادي، الماتش سخن بيذيع سخن، الماتش هادي ما بيحاولش يطلع اي حاجه. والناس كانت بتحب النظام ده برضه. يعني محمود بكر تحس ان هو قاعد بيتفرج على الماتش وبيذيعهولك، ولو اديته ريموت ممكن يقلب من على الماتش عادي، يجيب اي مسلسل، يجيب اي فيلم ويحكي معاك. ممكن يتكلم معاك في الرياضه شويه، ممكن يتكلم معاك مثلا في محطه رمسيس اللي بيطوروا فيها، ممكن يتكلم مثلا عن مشكله المرور، عن النطره، عن الحر، عن الساعه، ممكن يرغي معاك في اي حاجه. لدرجه زي ما بقول لك ان هو ممكن اصلا يكون بيبقى قاعد كده بيذيع ورامي رمش مع الماتش عادي، ممكن ما يتكلمش عن الماتش لمده 10 دقايق واللعب شغال والماتش شغال، ما يفتكرش الماتش الا لما يجي جون. واقع حسن على الارض وبيقول اتخبطت في قفايا من عبد العزيز. توفيق ساعات بيعمل فاولات كده فلاحي، كان بياخد كده ادويه عشان يعمل مجانس عشان بيربي عضلات وظبطوه. فاول افريقي
انبي وراح 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 اثار. هو طبعا ليه حق ان هو ينطحها لانه خايف وعنده 4 غرز في الحاجب بتاعه او في رمش عينه، مش بتاعت محرم فؤاد، رمش عين اهو بتاع احمد علي، لانه خايف يلعب الكره بقرطه فيلعبها بقرص دماغه. راحت لاحمد حسن وبيشوط كده بالجزمه الكهربائيه بتاعته، واللي كان بره وجاي كان في البلكونه بيشرب سيجاره، واحد اهلاوي كده لان الحال ما كانش عاجبه، بنقول له ان الاهلي او ابو تريكه خد تمريره من احمد فتحي وحط قرص دماغه في غفله من غير كده ممكن ما يشغلش باله بالماتش. وده كان حاجه الناس بتحبها لان حاسه ان هي حاجه طالعه من القلب، كلام مش مصطنع، ما بيبيعلكش حاجه هي اصلا مش موجوده. عشان كده الناس كانت بتحب محمود بكر. خالد قمر برضه بقول مصطفى قمر، مفيش فايده. مصطفى قمر ده نجم الغناء، كنا بنجيبه في النادي الاولمبي اول ما هو صاعد في ليالي رمضان، انما اللي عندنا ده خالد قمر لغايه دلوقتي لسه ما غناش، يمكن يغني في الكوره دي اهو مش حافظ الاغنيه، على طول خالد قمر وضربه حره مباشره ومش حافظ اللحن كمان. كلنا كنا بنحب المذيعين دول وطلعنا عليهم من واحنا صغيرين، ولكن بقى بعد كده طلعت الاي ار تي والمذيعين بتوع الاي ار تي والجزيره الرياضيه وبعد كده بين سبورت، وظهر بقى جيل من المعلقين احنا برضو حبيناهم، ولكن الجيل ده من المذيعين ما كانش كوميدي، ما كانش بيخفف علينا، بالعكس ده كان بيحسسك ان هو فيلم اكشن تراجيدي. وده انا ما انصحش بيهم بقى اللي كبار السن، لانه ممكن يجيبوا لك الضغط فوق الضغط وممكن يجيبوا لك سكر. مستحيل مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم، هذا لا يحدث كل يوم، لا يحدث في كل جولة، لا يحدث في كل موسم. الله على الخرافة، على الأسطورة، على الباكورد، على هدف هوليوودي سينمائي، هدف في هوليوود من كرة خلفية، من باكورد خيالي، من لاعب فيه من التناقضات ما تلفت نظر الأعمى. ومن الناس دي واحد مثلا تحس انه شاعر. هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير. ومهما اتكلمنا عن الخلايجة وعن المذيعين العرب عمرنا ما ننسى عصام الشوالي. قريب ولكن احذروا الكاو، احذروا الكاو، ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة وجول، القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن، سجلها ولد معلول، سجلها علي معلول، ملك الحلول، وي يا علي وي. ويا سلام بقى لما نيجي نتكلم عن عصام الشوالي، لو لعيب بيحبه جاب جول اوعى من وشه. ده كان فيديو كده مختصر عن بعض المذيعين اللي انا بحبهم واللي اثروا في شخصيتي في موال الكوره دوت واللي حببوني في الكوره. برضه عايز اشارك الراي معاك، لو انت شايف ان في حد كان المفروض نتكلم عليه وما اديناش حقه يا ريت تقول لي في التعليقات. ولو انت بتتفرج معايا على الفيديو لحد دلوقتي فانت من الابطال، واتمنى تديني اللايك الجميل والسبسكرايب الشديد. سلام.